السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم المفضلة ريو سبورت، ومعكم أحمد العربي. مبروك 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 للنادي الأهلي، أفضل مباراة الموسم ده كله من أوله. هنتكلم كتير. بصراحة بصراحة عماد النحاس عامل شغل ولا أروع. رجع هوية الأهلي، رجع شخصية الأهلي، رجع الشغف، خلى اللعيبة بتلعب بأداء. أول مرة أشوف النادي الأهلي 8 ركنيات في أول تلت ساعة. النادي الأهلي مستحوذ كاملا على مجريات الأمور. كل اللعيبة بدون استثناء بدون استثناء أدوا اللي عليهم وأكتر. طبعا كلنا زعلانين من عدم التوفيق لإمام عاشور إنه يجيب هدف النهارده، ويكفي لقطة البكاء وهو خارج. طبعا دي محزنة. إن شاء الله تتوفى يا إمام، وإن شاء الله هتسجل. لسه قاعد 4 مباريات هتسجل فيهم بإذن الله، وهتاخد هداف الدوري السنة دي. معلول بيثبت إن هو أفضل باك شمال بلا منازع في أفريقيا. طبعا لعيب لي سنة ما بيلعبش بعد إصابة في وتر أكيلس. معظم اللعيبة ما بترجعش لمستواها بعدها. طبعا علي معلول النهاردة أداء ممتاز. بنشكر كابتن عماد النحاس، خماسية على حرس الحدود اللي لا حول ولا قوة له في المباراة. وبعد هزيمة بيراميدز النهاردة 3-2 من فاركو، بعد أداء فاركو جامد جدا، كده الفرق نقطة. كده نقدر نقول بالدم بالروح الدوري مش هيروح. بالدم بالروح الدوري مش هيروح. كابتن عماد النحاس رجع هوية الأهلي. هو ده الأهلي، هو ده الأهلي اللي احنا بنتكلم عليه. تغييرات 10/10، تغييرات صح، تغييرات في توقيتات صح. انت النهارده فايز 2، بتلعب اكنك مهزوم مش فايز. النهارده بتجيب الثالث، بتجيب الرابع، بتلعب وتكمل عشان تجيب الخامس. ده اللي كنا بنتكلم عليه في الفيديوهات اللي قبل كده. كنا نفسنا ان النادي الاهلي يرجع بتاع زمان. معروف النادي الاهلي مش هو النادي اللي بينزل عشان يتعادل، لا، انت بتنزل عشان تجيب هدف واثنين وثلاثة واربعة وخمسة زي ما شفتوا النهارده. طبعا صدقنا في الحمد لله على الصدق. ان انا قلت لكم ان بيراميدز هيفقد نقاط. بيراميدز ادي اول 3 نقاط فقدهم بيراميدز، ولسه عنده مباراه مع البنك الاهلي، مباراه مع الزمالك. طبعا مباراه الزمالك دي مباراه مصيريه. الزمالك بين نارين، الزمالك في المباراه دي بين نارين. اداء النادي الاهلي النهارده اداء ولا اروع. كل الجمهور كله فرحان. الجمهور، اللعيبه راضيه عن نفسها، المدرب راضي عن نفسه، راضي على اداء لعيبته. بصراحه عماد النحاس بيثبت ان هو الاقدر، بس بالاسكواد اللي هيجي لا، اللعيبه عايزه مدرب اجنبي. انت النهارده عماد النحاس نجح ان هو يوظف كل لعيب في مكانه. النهارده انت طاهر بيرجع اداء عالمي، اداء بدايه الموسم. النهارده امام عاشور عامل كل حاجه في الكوره. طبعا التوفيق وعدم التوفيق ده من عند ربنا. النهارده كل اللعيبه بلا استثناء، مروان عطيه، رامي ربيعه ربنا يشفيه ان شاء الله، والاصابه تطلع بسيطه وسهله، ياسر ابراهيم، محمد هاني. اللي محمد هاني لما بيلعب من لمسه الواحده بيسجل وبيظهر، بيسجل وبيظهر. ادي مصطفى العش نزل ادى اداء برضه. فكل اللعيبه النهارده ادائهم كان رائع. نتمنى يستمر على كده الاداء. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بعد المباراه اللي النهارده. بصراحه من فتره، او يكاد يكون من بعد مباراه العين، مباراه الانتر كونتيننتال، تمام، ومن بعدها والواحد بيقعد مفيش طعم.
مش هي الكوره. انما النهارده جمل تكتيكيه، هات وخد اللعب من اول لمسه، تحرك بدون كوره، الضغط في تلت ملعب الخصم، من عند تلت الملعب، الضغط بكل خطوطك. النهارده عامل توازن بين الدفاع ما بين خط النص وما بين الهجوم. النهارده بصراحه لو هنتكلم، مع ان التحكيم، انا مش هتكلم عن التحكيم وما بتكلمش فيه، التحكيم برضه ما كانش منصف، التحكيم ما كانش منصف، بس مش هتكلم عليه. النهارده فزنا 5-0. النادي الاهلي بيقدم افضل مباراه ليه في الموسم، افضل مباراه للنادي الاهلي في الموسم كله المباراه بتاعت النهارده. الاداء ما كانش احسن حاجه المباراه اللي عدت قدام بتروجيت، بس انت النهارده عرفت ترجع للعيبه الهويه بتاعتهم، ترجع الشخصيه، ترجع الروح، ترجع لهم قيمه التيشيرت. بصراحه شابوه كابتن عماد النحاس، انت بتقدم مستوى مع النادي الاهلي، وتاني مباراه بتقدم مستويات، بتدي كل اللعيبه فرص. النهارده علي معلول ظهر باداء، ولسه لما ياخد هيرجع معلول بتاع زمان، اللي جمهور النادي الاهلي يقول يا هنانا يا سعدنا علي معلول عندنا. علي معلول ده قيمه. النهارده بترجع عمرو السوليه باداء يكاد يكون 90% من هو عمرو السوليه. انت عرفت النهارده ترجع اللعيبه، عرفت تعمل كل حاجه في الكوره. مفيش اي حد يفهم في الكوره او ما يفهمش هيقول لك النهارده الاهلي افضل مباراه ليه من سنه. احمد سيد زيزو بيقول انا مش هغلط غلطه كهرباء، راح وثق عقده في الشهر العقاري، ووثق كل اوراقه عشان ما يتمش اللعب في عقده زي ما تم في عقد محمود كهرباء. وكلنا طبعا عارفين قصه محمود كهرباء. خلاص اتحاد الكوره حدد يوم 5 يونيو مباراة الزمالك وبيراميدز نهائي الكاس. زيزو اشتكى رسمي بمستحقاته لنادي الزمالك، مستحقاته لعند نادي الزمالك. كده خلاص زيزو في اتجاه ان هو هيفسخ العقد من طرف واحد. اخبارنا الراضية انتهت. الف مبروك للنادي الاهلي، وهارد لك لبيراميدز، والدوري اهلاوي. ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبكره ان شاء الله في اخبار جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.